صباح الجمال، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكبر كميه رز بلبن ممكن تعمليها بكيلو لبن واحد. يعني بصي حاجه كده مشبعه جدا وموفره واقتصاديه وتكفي كده من الحبايب 105 ما شاء الله اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال؟ بصوا يا جماعه، يبقى ناعم كده اهوت قدامك، يدخل التلاجة 10 دقايق كده ولا حاجه، يطلع معاكي الوش المكشكش ده اللي احنا بنموت عليه، عارفينه اللي هو الرز بلبن بتاع بره التحفه ده. شايفين يا جماعه شكله اصلا من قدام عامل ازاي؟ ولا طعمه وملمسه كريمي، حاجه كده بجد حلوه جدا جدا، تستاهل كده ايه بقك. الطبق ده يا جماعه كده ينزل اللهم بارك كده مش في المعده، ينزل على القلب على طول. شفتوا الجمال والحلاوه؟ يلا كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ما يحلى الكلام الا بذكر النبي. اول حاجه انا معايا كوبايه يا جماعه، تمام، كوبايه كبيره حلوه محترمه كده اهوت، وهبدا اسمي الله وابدا انزلها في الحله. اديها شطفه واحده بس بسيطه كده، ما تغسليش الرز كويس يعني، فاهمه قصدي؟ هو يا دوبك شطفه بس، واحط عليها 3 4 كوبايات من الميه كده، وارفعوهم على النار على طول، وسيبيهم بقى لغايه لما بصوا ما يبقاش فيهم اي خالص ميه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كوبايه الرز كده اتضاعفت معانا وبقى حجمها قد ايه، مشبعه جدا اللهم بارك. ضفت عليها كوبايه من السكر، وهنا طبعا السكر نسبي يعني اختياري خالص، تمام. وبعد كده هضيف كيلو من اللبن، اللي هو اللبن يا جماعه بتاع ايه، بتاع السوبر ماركت يعني، اللي هو السايب، عشان بيبقى فيه دسم حلو قوي كده، ماشي زي ما انتم شايفين. فضيته كله كده مره واحده، وهبدا اسمي الله وابدا اقلب كده، واسيبه بقى يغلي غلوتين 3 بس، انا مش عايزاه يغلي اكتر من كده، تمام. طبعا اديله تقليبه. ما شاء الله شايفين يا جماعه كميه الرز، اصلا هو المفروض اصلا الرز يبقى ايه، الرز بتاعه كتير وحلو كده، فاهمين قصدي؟ والمفروض كمان لو الكميه بتاعه الرز كبيره يربط لوحده كده من غير نشا، تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت خلصته. هبدا بقى اسمي الله، واجيب بقى معلقه قشطه كده من وش اللبن كده، معلقه كبيره محترمه كده اهوت، بحيث ان انت تاكلي كل ما تاكلي معلقه كده تحسي ان انت بتاكلي حاجه كريمي قوي، يعني بصراحه بتفرق في طعمه جدا جدا. صراحه انا حطيت معلقتين زي ما انتم شايفين كده اهوت. لو مش متوفره عنك استغنى عنها، مفيش اي مشكله. هقلب تقلبتين واسيبهم كده ياخدوا ويدوا كده بشكل ودي، تمام. ربع كوبايه من الميه، هضيف عليها معلقتين بس كده من النشا، وهبدا اسمي الله واقلبهم كويس جدا جدا. زي ما انت شايفه كده يا ست البنات، هي بتدوب اصلا معاكي في اقل من 3 ثواني زي ما انت شايفه كده اهوت. خلاص هجيب بقى كده هرفعها على طول، اشوف النار بتاعتي الرز كده يخد غلوتين 3 مع اللبن. هضيف عليه كيس من الفانيليا عشان يبقى ريحته كده ايه حلوه قوي كده، وهو يغلي بس غلوتين 3 لان الرز عندي كان مستوي جدا ما شاء الله. خلاص حطيت الفانيليا يغلي غلوتين، وهقوم ضايفه كده على طول النشا بتاعي، ماشي. وبعد ما اضيف النشا بتاعي لازم جدا تخليه يغلي يعني ايه دقيقه كده ولا حاجه، عشان طعم النشا ما يكونش باين فيه زي بتاع بره كده اللهم بارك. انا عارفه ومتاكده ان شاء الله لما تجربي الوصفه كده يعني بص هتدعي لي، تمام. انا حسيته بصراحه لسه ناقص شويه سكر كده، فقمت مظبطه السكر بتاعه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هضيف كده على طول كميه النشا مره واحده، كانت مظبوطه جدا على الكميه اللي انا عاملاها، واقلب بقى كل الكلام الحلو ده. وهنا انا مش عايزاه يكون، انا عايزه ملمسه كريمي، يعني ايه، يعني النشا بتاعتك ما تكونش كتيره عشان يبقى حلو قوي وجوسي كده معاكي اللهم بارك. شفتوا النشا خلاص بدات ان هي تربط معايا، لان هو كان بيغلي، ياخد غلوتين بس كده اهوت، غلوتين بالظبط. وهبدا ان انا اطفي عليه، انا مش عايزاه يغلي كتير لان كل حاجه خلاص اتجانست مع بعضها، تمام. زي ما انت شايفه ما شاء الله. نحضري بقى اطباقك، حضري كوباياتك، عندك مثلا الطواجن الصغيره اعملي فيها، يعني ما شاء الله الكميه كانت معايا بصراحه كبيره، فانا حطيت في كل حاجه. والطواجن دي على فكره لو دخلتيها الفرن كمان خدت وش كده من تحت الشوايه بتبقى خطيره خطيره بصراحه. انا حطيت في الطواجن وقلت ان انا هدخلها كده ايه تحت الشوايه، بس ايه قلت قالوا لي لا يعني ما تدخلوهاش كده، فقلت خلاص ما يجراش اي حاجه. خلاص غلي معايا كده، هقفل عليه بقى ونبدا بقى نجهز اطباقنا على طول. ما ينفعش خالص تقفلي عليه، لازم تصبيه في الاطباق على طول. شايفين يا جماعه ملمسه، شايفين قوامه اصلا حلو جدا ومظبوط، ما يكونش تقيل قوي ولا حاجه عشان يبقى حلو معاكي. نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونبدا بقى كده نحط في الطواجن بتاعتنا القمر دي. الطواجن دي كانت كيوته خالص صغنطوطه كده، بدات ان انا اسمي الله واحط فيها، وجبت كوبايات كده اهوت وحطيت لهم فيها، والاطباق المتوفره عندي يعني بصي لم كده اللي عندك زي ما انت شايفه كده اهوت، ما توقفيش نفسك على حاجه اللهم بارك. كده قوامه حلو جدا جدا. انا كده ايه ده كده سخن، انا هحطه في التلاجة بس يبرد كده شويه، بس طبعا ما ينفعش يدخل التلاجة وهو سخن، لازم يكون بارد تماما. وبعد كده ابداي سمي الله وحطيه في التلاجة، يعني لما يبرد بقى كده هتشوفي شكله، تمام. طبعا بتحبي تحطي عليه اي مكسرات حطي، انا حطيت بس شويه كده من
زبيب ومش على كله، انا حاطه على كميه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين. تمام، اللهم بارك كده ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر. اللهم بارك كده بجد، لو جربتيه هتدعي لي عليه، لان قوامه حلو جدا ومكفي ومشبع وموفر وكل حاجه. انتوا عارفين اصلا العلبه بره بقت بكام؟ بقت ب 20 وب 25 جنيه. يعني انا جايبه كيلو حليب اصلا ب 30 جنيه، عمل لي الاطباق كلها اللي انتوا شايفينها كده اهوت. خلاص كده حطيته بقى بعد ما برد في التلاجة، وتعالى اوريكم بقى الشكل المكشكش اللي احنا بصوا بنموت عليه. انا عن نفسي بحب جدا الرز بلبن بتاع بره عشان بس الوش المكشكش بتاعه. انا عملته لك النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه واحترافيه. اللهم بارك كده. يلا كده تعالوا نشوف بقى بعد ما برد شكله وجماله وحلاوته. اللهم بارك كده. طب ايه رايك؟ بجد شكله كده ما فتحش نفسك؟ بجد شكله حلو جدا. اللهم بارك. ولما تجربيه ان شاء الله هتشوفي يعني قد ايه حلو وكريمي وموفر ومشبع. ده بقى كده بعد ما برد، شايفين الوش عامل ازاي؟ بجد حلو جدا. تعالوا بقى كده نسمي الله ونبدا ندوق واوريك القوام بتاعه المظبوط جدا. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دوقي كده معايا. يا نهار ابيض على الجمال. حكايه، لا بجد حكايه. اللهم بارك. وبس كده يا اخواتي، لو الفيديو عجبكم لايك وكومنت وشير، ومع السلامه.